النهارده هعمل لكم حاجه رمضان اللي هو العيش البلدي، ينفع في السحور ينفع في الفطار. دقيق، خميره، ملح، ميه. شوفي ما شاء الله طلع ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير يا اولاد، كل سنه وانتم طيبين. معاكم النهارده خليكم ام احمد. انتوا عارفين اللي انا بقول لكم، انا بطلع كل نهار اربع. تعالوا معايا شوفوا ام احمد تعمل لكم العيش البلدي ازاي. دي بلدي، دي زيرو، دي فاخر، اللي عندك في البيت قومي اعمليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ههزه بس لا يكون فيه مثلا عفشايه ولا حاجه اهو. بيقول لك ايه، 7 مناخل والقش داخل، وانا قاعده في الارياف بس لازم اهزه برضه. دلوقتي زي ما انتم شايفين زي حرف الطبق كده. انا عندي اول حاجه الخميره، عاوزه فوريه براحتك، عاوزه العاديه براحتك. انا عندي الخميره جايباها. بص انا بعمل ايه، ما بدوبهاش في الميه، الجو دافي اهي، شايفين اهي. طبعا انت والكميه بتاعتك بقى، انا دولت 2 كيلو، خلي بالكم يعني. عاوزه تجيبي انت 5 تجيبي 10 في بيتك، لو كيلو هتعجني بقى. والدقيق اهو، اهم حاجه الملح يكون مظبوط علشان ما يقورش منك الدقيق، ما يقورش منك العجين اهو. دول معلقتين ملح علشان 2 كيلو. انت بقى شوف انت عندك ايه وعايزه تعجنيه. طبعا حاطه الرده جنب مني علشان كل حاجه تبقى جاهزه. والميه عندي ايه، دافيه كده بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. هعجن العجينه بتاعتي. انا بحط شويه بشويه علشان ما اشوف ايه، ما تتلتش مني او تضطر مني. لازم شويه بشويه العجين، زي ما انا بقول لكم اي حاجه شويه شويه الميه. وفوضي بقى ايه، لو انت شاطره بقى فوضي حفن الدقيق جنب منك. طريه تبقى انت اتملتيها اللي هي ايه، خلاص هتحطهم ليها. مش عاوزاهم هينفعوكي بنهايه بدهايه، تعملي حته قرنبيطه بينفعوا. شويه الدقيق في البيت بينفعوا اي حاجه. بطاطس ببيض، يبقى مش تقولي ايه ده انا فوضت منهم اهي مش عاوزاهم، لا بينفعوا برضه. احنا قلنا عجينه الخبيز مش زي عجينه الرقاق، لازم يكون طريه. وكل ما اديها ميه كده شربها كده. عجينه العيش مفيش حد مش عارف العيش يا ولاد. عجينه العيش اهيت، ملح وميه وخميره وسلاح ايدك. الرد عندك، طول ما الرد موجوده عندك هتشجعك اللي انت تقومي تخبزي في اي وقت. واسالي كده وقولي ام احمد بتقول كذا كذا، اقول لك طبعا في اي وقت. والمطرحه اللي ما عندهاش مطرحه بقى هتعمل ايه، هتقطعه صغير وهتفرده على ايديها وهتروح حاطاه في الفرن عادي. هترميه بايديها عشان صغير، لكن هي المطرحه اساس البيت صراحه يا جماعه. عشان برضو ايه ما فننش من دماغي، المطرحه دي اساس البيت. كل ما تلتي في العيش كده هتاخدي عيش اجمل وجه. لت كده وقلبي، لت وقلبي، قومي الشرب منك. مش تكب الميه مره واحده، لا كده. شايفين العجينه بتاعتي اهي، عشان هي صغيره انا بعملها بايد واحده اهي. طبعا انا قلت لكم ايه، في الحر الميه ايه يكون ساقعه ماشي، وما تطرهوش قوي. وفي الشتاء ميه دافيه وتخليه ايه مظبوط بقى براحتك بقى. اضطريت يبسيه، بس اهم حاجه في الشتاء برضو ايه ما تطرهوش كده. انا عجنت ايه حبه العجين بتاعتي البسيطه الجميله دي، علشان انا مش هعجن كتير. ليه؟ عشان هعمله صغير مش هفوض منه حاجه، عشان الحته عندي ما تلزقش. هروح عامله ايه، عندي حبه رده كده ولا حبه الدقيق اهي، مطرح ما انا نخلت اهو، مطرح ما انا نخلت بس اهو. وهمسك عشان الحته ما تلزقش عندي كده، اروح معايا غطيه بقى بالحته بتاع خالكم احمد عشان ما تبص، زي ما انتم شايفين اهو. دفي العجين تاخدي عيش. في الصيف حط الصينيه بس اهو كده، احنا في الشتاء اهو. يلا يا سيدي سيبه بقى يخمر، وقبل ما اجهز فرني ومحالي والصاج بتاعي الرده يكون خمر، قطعهم يستريحوا يكون ولحت الفرن ونخبز بالهنا والشفا. هي القمحه دي هي العجينه اللي على راسك دي على فكره يا ولاد اهي، شايفين ده بقى بتنشف عندنا ونروح نغسله وننشفه، وبعد كده اروح المكنه الطحين اطحنه، وبعد كده اهزه هناك في المكنه ونخبز العجين اللي انتوا شايفينه ده. ده خير في البيت، ده خير. طول ما في حاجه دقيقه بيضه في البيت ده خير ونعمه اهي. وده زي ما انتوا شايفينه عجن العجين وخمر وراح اقرصه وهخبز اهو. انا طبعا في الارياف يا اولاد لازم اخلي ايه كل حاجه جنب مني.
ادي العجينه بتاعتي خمرانه اهي اهي. حاسه اللي هو عالي قوي خبطيه، مش هجرى له اي حاجه، يزيد حلاوه اهي. بس هي كده انا عندي مظبوط اهي زي ما انتم شايفين. حط شويه زيت بسيط للميه عشان ما يبرقعش مننا، ندعه صغيرين بس، عشان انا دلوقتي جو حر عليا دلوقتي، عاوزاه يبقى حلو كده ومنور. كده بقى الرده بتاعتي عندي جنبي اهي، هحطها على الصينيه زي ما انتم شايفين. يلا تعالى. بعد ما عملت الرده ولا منخل ولا غير، شايفينها مسويه وجميله. بسم الله الهادي. هقرص بقى، عاوزه تقرصي بدقيق براحتك، عاوزه تقرصي بميه براحتك، دي حاجه برضو حريه من كل ما يعرف قدر. انت بتعرفيش تقرصي بميه هتقفي، لا قرصي على الدقيق عادي مفيش اي مشاكل. اهو اهو عجينه جميله ازاي. واللي عاوزه تتعلم ما تخليش العجينه طريه عشان تعرف وتاخد وتدي معاها اهي زي ما انت شايفين. هقرصها اهو صغير كبير براحتك، بس انا عاملاها عشان ايه؟ صغير عشان ما يفوتش ولا لقمه ملقم ولا غيره. خلاص العيال دلوقتي ما يبقاش ياكل اللقمه الملقمه، عاوز كل حاجه كده ايه سليمه، واحنا نعمل له السليم اللي هم عاوزين نعمله له. اهو كده هيخمر يا اولاد، لسه يستريح بقى عشان نخبزه. عايزه تلديني رغيفين كده عشان تعملي فته في رمضان براحتك، عايزه تاكلي شقه بالليل كده مع السحور برده جميله براحتك، اعملي اللي في نفسك فيه. اهو كده يستريح له زي ايه، ما ربع ساعه نص ساعه عشان احنا في الشتاء، لكن لو في الصيف ما بياخدش 10 دقايق راحه. قبل ما بتولعي فرنك يكون العجينه استريحت، ما بياخدش 10 دقايق. واخبزي وبالهنا والشفا، واملي الفريزر واملي ثلاجتك واملي مشنتك واملي حلتك وكل حاجه وبالهنا والشفا. مرحبا اودي الايه العجين بتاعي علشان ما يسقحش مني وانا غطيته. باخد دي في ايديا بدل ما انا ايه رايحه جايه على ايه اهو، راح اغطيه احطه في الاوضه بقى اغطيه يدفى قبل ما اولع الفرن بقى. ادي العيش عندي وهو خمران اهو. دلوقتي بقى هرح وهخبز زي ما انتم شايفين اهو. مش هنركع على الرميه، نركع على الراحه. الرميه دي ترميها العاميه يا جماعه، بس نركع على دي اهي. بسم الله الرحمن. شوفي ما شاء الله طلع ازاي. ادي قعره وادي وشه. كده العيش يا ولاد اللي انا خبزته اهوت، مش قلت للسحور بس، سحور وفطور واللي في نفسك فيه كليه وبالهنا والشفا. ادي العيش بتاعي ما جرت ايه، دقيق خميره ملح ميه بس. قومي اعملي اللي في الموجود في بيتك، لو كيلو دي هتعمليه زي ما انتم شايفين. ادي العيش بتاعي، عاوز تخليه تخين براحتك، عاوزه تخليه رفيع براحتك، عاوزه زي ما مليان براحتك، تحمصي تعملي فته براحتك اللي في نفسك فيه. عاوزه تشوحيه وتاكلي بيه مثلا مع السحور بالهنا والشفا. ادي العيش بتاعي ودي طريقته، اسهل منه ما فيه. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.